ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ده ريفيو جديد. في حاجات منه قديمة انا اشتريتها وفي حاجات لسه جديدة. هنبدأ اول حاجة بمقشر اللي هو بتاع القدمين من ايفا. هو اسمه فوت سكراب مقشر للقدمين. ده جديد لسه، انا لسه جايباه. سعره اهو، سعره 40 جنيه، وطبعا مش باين اهو. وحجمه 60 ملي تقريبا. استخدامه يا جماعة هو بيستخدم ان انتي بتضع كمية مناسبة بين المقشر على القدمين، ثم بيتشطف كويس يتمتع بقدمين منتعشة وناعمة. طبعا ده محتوياته هنا هو بيتكون من حبيبات بذور المشمش وزبدة الشيا وزيت الجوجوبا، وده طبعا مزيج غني لإزالة الطبقة العليا من خلال جلد الميتة للقدمين. طبعا ده يعني انا لسه ما جربتوش بس متشوقه ان انا اجربه. دي كانت اول حاجه انا جبتها جديد. طيب بالنسبه للحاجه اللي انا جربتها قبل كده، هي كان اللي هو ماسك الحليب للتفتيح والتنظيف من موبانا. ده انا مجرباه قبل كده وكان جميل جدا. هو شكله من جوه ابيض ب 250 جرام، وده بالنعناع. وسعره يا جماعه 35 جنيه. زي يعني انا كنت جايباه من الصيدليه ب35 وجايباه برضو من محل الميك اب بنفس السعر. طيب طبعا هو جميل جدا جدا على البشرة. طيب بالنسبة للحاجة الجديدة اللي انا جبتها، هو انا جبت الغسول ده اللي هو من لاين جارنيه، اللي هو بمجموعة فيتامين سي وخلاصة الليمون. ده انا جايباه لسه جديد. ده اللي هو الغسول اللي هو يعتبر جل منقي، بيزيل الزيوت الزائدة ويعطي اشراقة سريعة للبشرة. ده طبعا الحجم حوالي 400 ملي، حجمه كبير، الحجم العائلي، وده بالبامب بتاعه فجميل. بصراحة انا جربت حبة على الايد، يعني بصراحة عملوا رغوة كبيرة زي الكريم، بس ده حجمه يعني هو مفيش الا الحجم ده اللي نازل. طبعا اللي ناقص في المجموعة هنا اللي هتلاحظوا ان المجموعة كلها متكاملة بالمقشر حتى بالمزيل المكياج بالكريم بالغسول الكريمي. اللي ناقص هو اللي هو السيرم بتاع فيتامين سي، برضو هجيبه قريبا وهعمل عنه ريفيو. اللي انا كنت جايباه برضو الجديد من بقاله اسبوعين معايا وجربته كان جميل جدا. هو المقشر اليومي للوجه. طبعا هو نازل منه احجام بس انا ملقتش غير الكبير. هو ده برضو بفيتامين سي وخلاصة الليمون من جرنيه. حجمه يا جماعة اهو 150 ملي، وسعره كان 90 جنيه. بالنسبة للغسول ده كان سعره 95 جنيه. هو بيتراوح من 95 او 90 او 100، اكتر من كده ما بيبقاش يعني ده سعره. الكريم ده كريم جرنيه فيتامين سي. ده انا جبته ونازل منه احجام. سعره كان وقتها في الصيدليه ب35 جنيه، وده يعتبر الحجم الصغير. حجمه 25 ملي اهو. انا قلت اهو 25 ملي. وهو سعره يا جماعه كان في الصيدليه 35 جنيه. طيب بالنسبه للغسول الكريمي، الغسول الكريمي يا جماعة كان سعره 30 جنيه، وحجمه كان 50 ملي. ده شكله اهو، ونازل منه طبعا انواع، نازل منه احجام. وبرضك اللي هو نازل منه احجام هو الماء الميسيلار. ده نازل منه انواع كتيرة فيتامين سي. ده انا جايباه فيتامين سي وجميل جدا. هو فعلا ما بيخالي من العطور، ممكن تستخدميه على الوجه والعينين والشفايف. حجمه يا جماعة 100 ملي، وبصراحة حجمه حلو. دي الكمية اللي انا مستخدماها اهو. يعني قربت يعني في كمية حلوة، فلسه هجيب طبعا لما يخلص هجيب اللي هي العينة الكبيرة. ده كان سعره يا جماعة 55 جنيه. الحجم الكبير منه على فكرة يا جماعة ب165 تقريبا. بس بصراحة ده كان حجمه يا جماعة 100 ملي زي ما قلنا. و تمام. ده اللي هو الماء الميسيلار اللي احنا اتكلمنا عنه، سعره زي ما قلت 55 جنيه. طيب ده كان الريفيو اهو. طبعا الحاجات الجديدة اللي انا جبتها هو ده، وده مش اول مرة استخدمه، جميل جدا جدا. ونازل منه واحد بفيتامين اي غير النعناع، بس ده بينضف اكتر بعمق للبشرة ومش بيتلاقى كتير في الصيدليات.
طيب ده الغسول اهو، وده المقشر، وده غسول الكريمي، ده غسول الجل، وده الكريم بتاعه اهو. وادي ده الماء المسلار الحجم الصغير، والمقشر بتاع القدمين. فبصراحة مجموعة هايلة جدا، اتمنى انها تعجبكم، واتمنى ان انتم ما تبخلوش عليا باللايك والشير للريفيو. ولو اي حاجة استخدمتوها من منتجات جارنيه، تسيبولي الكومنت بتاعكم في التعليقات، تجربتكم كانت عاملة ازاي، وخصوصا اللي هو السيرم بتاع فيتامين سي، لان في ناس كتير بتقول ان هو مش حلو. بس انا عن نفسي هجربه، لان انا بحب المنتجات بتاعتهم جدا بتاعت جارنيه. ويعتبر فاضل لي حاجة واحدة واقفل المجموعة. شكرا لكم. اه، وحاجة تانية، انا هسيب طبعا الريفيوهات اللي في الديسكريبشن بوكس، يا ريت تتفرجوا عليها يا جماعة، سواء بخصوص ماي واي او منتجات العناية بالبشرة عموما. هسيبها لكم كلها في الديسكريبشن بوكس اللي عايز يشوفها. واتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير عشان القناة تكبر بيكم، وتفعلوا زر الجرس على الاول او الكل، عشان توصلكم جميع الفيديوهات، وما تبخلوش عليا باللايك.